يا عم انا بحبك، والله انا بحبك انت كمان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا ازاي عندكم 17 سنة و21 سنة؟ انت ازاي 17 وانت ازاي 20 21؟ انا ما شفتش حلاوة وجمال كده. ايه يا ابني انت وهو ده؟ يا جدعان انا السنة دي كل ماتش لبرشلونة بتفرج عليه وانا بتمزج، كل ماتش بخشه لبرشلونة. السنة دي مع هانز فليك عودني السنة دي ان انا داخل الماتش اقول يا ترى هكسب النهارده كام. خلاص اوبشن انا هكسب ولا هخسر ده ما بقاش موجود مع الفليك. احنا دلوقتي بننزل نشوف احنا هنكسب كام. لا، هانز فليك عظمة الموسم ده مع برشلونة. وبرشلونة نفسها الفرقة لاعب مفيش لاعب وحش. انا النهارده مش هكلمكم في اي اداء، نسيب الاداء دلوقتي شويه. انا النهارده جاي اكلمكم في شويه ارقام لعمي وعم عيالي هانز فليك، فتعالوا كده نشوف الارقام اللي هنقولها فيها ايه. وفقا لصحيفه الموندو، هانز فليك مع برشلونه قدر ان هو يوصل ل 50 هدف في 15 مباراه بس. برشلونه لحد دلوقتي في الدوري مسجل 40 هدف، وده بالنسبه لبرشلونه تاني افضل سجل تهديفي للفرقه في التاريخ بعد موسم 50 51. برشلونه في دوري الابطال مسجل 10 اهداف في 3 ماتشات، 5 قصاد يونج بويز و4 قصاد البايرن، وجاب جون في موناكو على الرغم من الخساره. برشلونه سنه 2016 2017 سجلوا نفس ال 50 جون بس في 17 ماتش. برشلونه سنه 22 23 سجلوا نفس ال 50 جون دول بعد 33 ماتش. مقارنه بالموسم اللي فات ده مع تشافي، فبرشلونه وصلوا لل 50 جون بعد 26 ماتش. فالارقام هنا بتبين لنا مدى التطور والجوده اللي بقى يمتلكها هجوم برشلونه. هجوم برشلونه عامل ارقام تاريخيه في اول 15 ماتش في الموسم كله، عامل ارقام تاريخيه لحد دلوقتي في الدوري بالاجوان اللي جايبها. في دوري الابطال نفس الكلام، بعد 3 ماتشات بس جايب 10 تجوان وهو منهم ماتش قصاد بايرن ميونخ. فالفرقه في تطور مستمر وحاجه جميله جدا من هانز فليك. وكمان عايز اكلمكم في حاجات تانية. برشلونه دلوقتي عنده 33 نقطه، بيبعد عن اقرب منافس ليه اللي هو ريال مدريد بتسع نقط. ريال مدريد عندها 24 نقطة بس ناقص لها ماتش أقل قصاد فالنسيا. برشلونة في 12 ماتش في الدوري سجل 40 جون، وراه على طول ريال مدريد ب 21 جون. برشلونة في 12 ماتش في الدوري صنع 59 فرصة محققة للتسجيل، بيجي بعديه على طول فيا ريال ب 33 فرصة بس. طيب دي الأرقام دي كلها هجومية. طب دفاعيا في رقم غريب جدا. برشلونة السنة دي وقع خصومه في التسلل 83 مرة، وده أكبر رقم في الدوريات الخمسة الكبرى كلها. اللي بيجي بعديه مين؟ برايتون. تخيلوا بقى بكام مرة. اللي بيجي بعديه برايتون ب 37 مرة، يعني تقريبا الضعف. فبرشلونة مع فليك هجوميا ودفاعيا فرقة قوية جدا. دي كانت شوية أرقام كده حصلت بعد ماتش امبارح حبيت أتكلم فيه. نتكلم بقى على الماتش نفسه اللي برشلونة لعبته امبارح. ده مفروض ديربي كاتالونيا، ماتش كان بيبقى كل سنة بيبقى رخم. حتى لو اسبانيول هو الأخير في الدوري، لا، كل سنة الماتش ده كان بيبقى رخم جدا وماتش كلح. فإن أنت تخرج الشوط الأول مخلص الماتش ده بكل سهولة كده، دي مش حاجة سهلة خالص. وكمان أنت مخلص الشوط الأول وانت بتلعب بهدوء خالص، مش متنشن، مش نازل عايز تدوس، لا، انت طلعت 3 في الشوط الاول بكل هدوء وبكل اريحيه. ابدا بقى منين ولا منين؟ هبدا من الجون الاول اوصف جمال الاسيست ولا جمال تحرك اولمو والفينش. الاسيست يا جماعه لامين يامال اللي عمل الاسيست بوش رجله ده. اللعيبه بتعمل الاسيست ده بعد ما تبقى نضجت وبعد ما بتبقى في البيك بتاعها في ال 27 ولا ال 28 ولا ال 30. اللعيبه ما بنشوفهاش وش الرجل ده، ما بنشوفوش في كل ماتش كده. دي تاني مرة تقريبا يعملها لامين يامال بجون. هو بيعملها في العادي بس تاني مرة يعملها بجون. فلامين يامال بيحسسك ان هو عنده 25 سنة 26 سنة، بيحسسك اللي بيعمله ده عادي وده مش عادي خالص. طيب داني اولمو بقى اللي هتكلم عليه. يا جماعة احنا عايزين نرجع ال 60 مليون للايبزيج تاني ونشتري منهم ب 100 مليون. ده ما ينفعش ب 60 مليون. النضج اللي هو فيه والطريقة اللي بيلعب بيها ان هو متركب على برشلونة، تحسه متفصل تفصيل كده على برشلونة. ده لاعب انا كنت من ضمن الناس اللي بنقول ملهوش لازمه نروح نجيب ارتكاز احسن، لان الحته دي عندنا فيها بدري وفيرمان وكان جوندوجان قبل ما يمشي. بس لا، مع مشيان جوندوجان وان انت بدري بقيت تلعبه هو واولمو في الملعب سوا عادي، لا، اولمو بس الاصابات تبعد عنه يبقى قوي بدنيا ويبتدي يلعب عادي 80 90 دقيقه، لا، وهنشوف لاعب عالمي فعلا كان ناقص برشلونه من زمان. الجون التالت انا مش فاكر امتى اخر مره شفت لاعب خط وسط من برشلونه بيشوط كوره زي دي من بره ال 18 كده. لا، جون جميل جدا. اولمو صفقه الموسم لبرشلونه، ما عملوش غيرها، ما عملناش غيرها، بس هي فعلا صفقه قويه جدا جدا. تقريبا من احسن صفقات الدوريات الخمسه كلها. لاعب ما لعبش معاك المباريات، غاب شهر تقريبا، وبرضه رغم كده هو مسجل 4 تجوان او 5 تجوان، غير تأثيره في الملعب بقى.
فاولمو بصراحه من الصفقات اللي في الجول لبرشلونه وجت في وقتها ومتفصل على برشلونه. طيب الهدف الثاني بقى، الهدف الثاني ده خلاص بقى ماركة كاسادو. كاسادو ده بقى الهدف، الماركه دي مسجله بكاسادو. عملها تقريبا في ماتش البايرن لرافينيا، عملها في ماتش الريال اللي ليفا، ودي بيعملها لرافينيا تاني، غير الماتشات اللي عملها فيها قبل كده كذا مره. عملها في الماتش اللي كان قبل التوقف الدولي على طول، انا مش فاكر كان ماتش ايه، قبل التوقف الدولي على طول، بس ما كانتش باسيست، ضرب بيها خطين كده، راحت لبدري، بدري هو او لا جارسيا، راحت لجارسيا، جارسيا هو اللي عمل الاسيست الليفا. فبرضه كاسادو التمريرات دي بيعملها كتير جدا، سواء بري اسيست او اسيست. فكاسادو ده انا مغرم بيه. كاسادو ده ما تعرفش هو جالنا منين. احنا صفقة الارتكاز دي كنا ولا هندفع فيها 70 80 مليون جنيه، لا جالك لاعب من لماسيا ولاعب عظيم جدا، يعني مش لاعب سد خانه، لا هو لاعب بيعمل كل حاجه دفاعيا وهجوميا. فكاسادو ده انا من اول ماتش في الموسم وانا بتكلم عليه، مغرم بيه. لاعب جميل جدا، الكرة في رجله حلوه قوي، ممتع قوي للعين كمان. وانا مغرم بقى بموضوع التسلل اللي فرقه برشلونه بقت تكسره. سيبكوا بقى من خط الدفاع المتقدم اللي الفرقه واللي هم ظابطينه جدا، لا انا بتكلم على الفرقه هجوميا. الفرقه هجوميا بقوا بيضربوا خطوط دفاع الخصوم بكل سهوله، اكنهم السلام عليكم كده. يعني الجون الاول شفنا ده من اولمو، والجون الثالث شفنا، او الجون الثاني شفنا ده من رافينيا. لا الفرقه هجوميا بقت عارفه تكسر التسلل ازاي، بيظبطوا نفسهم كويس جدا، عارفين بيتحركوا امتى وفين. لا برشلونه هجوميا ودفاعيا مساله التسلل دي يعني ان شاء الله يشتغلوا عليها اكتر واكتر، ونشوف استمراريه في الموضوع ده. لا بقوا مميزين قوي فيها. طبعا موضوع بقى التسللات اللي كل ماتش بقى يدخل جونين وثلاثه في برشلونه، تلاقيهم كلهم ملغيين او واحد بس اللي محسوب. طبعا هيكتور فورت هو تقريبا كان مريح كوندي، هانز فليك كان مريح كوندي، بس هو تقريبا كان نقطة ضعف الوحيدة، وده بسبب عدم مشاركته. اللاعب ده تقريبا ما شاركش من أول الدوري غير ماتشين، منهم ماتش كان كوندي متعاقب فيه، فتقريبا ماتشين اللي بدأهم أساسي. غير كده بقى بينزل آخر 5 دقايق آخر 10 دقايق، إنما ما بدأش تقريبا ولا ماتش اللي هم الماتشين دول. هيكتور فورت طبعا انا شايف اصلا ان هو من السنه اللي فاتت كان بيأدي حلو جدا، وكان بيأدي في الناحيه الشمال. كان السنه اللي فاتت لو تفتكروا هو كان بديل لبالدي مش بديل لكوندي، كان بيلعب السنه اللي فاتت في الناحيه الشمال دي اكتر. فهيكتور فورت من السنه اللي فاتت انا مقتنع جدا بيه. غير الواد التاني الباك الشمال اللي هو جيرارد مارتن ده، لا ده ما فيش اقتناع بيه من اي حد في العالم. فهيكتور فورت اتمنى ان هو ياخد اكتر في الجولات الجايه، سواء بديل لكوندي او بلدي. طبعا الدفاع كالعاده حدث ولا حرج، الفرقه كلها عارفه بيتحركوا ازاي، مش هنعيد ونزيد بقى في كل مره في نفس الكلام. لا الفرقه كويسه جدا دفاعيا، وده باين من اول الموسم. اخر حاجتين هتكلم عليهم، اول حاجه دكه برشلونه. يا جماعه احنا النهارده عادي جدا لقيت نازل لك من على الدكه ديونج، نازل جافي، نازل فيرمان لوبيز، نازل فاتي، ولسه كمان مع عودة جارسيا، مع عودة كريستنسن، مع عودة اراخو. لا هتشوف حاجة تانية خالص. هي الفكرة الوحيدة بس في برشلونة حاليا هي الهجوم، مفيش بدلة في الهجوم، مفيش حد بدل لامين ورافينيا حد مباشر، باستثناء طبعا فاتي وفيران، ده ما بنعتبروش لاعب معانا. فدكة برشلونة برضه هتبقى قوية جدا. تعاقد او تعاقدين في الشتاء هجوميا، لا الفرقة دي هيبقى الاساسي زي البديل. الفرقة يا جماعة احنا ناسيين بابلو توري برضه وباو فيكتور اللي كانوا لعبوا في الفترة التحضيرية. باو فيكتور ده في الفترة التحضيرية مسجل 4 تجوان باين. بابلو توري كل ماتش كان بينزلوا في الدوري بيسجل فيه، فاحنا ناسيين دول كمان. فلا دكة برشلونة مع تعاقد او اتنين في الشتاء هجوميا، لا الفرقة هيبقى عندها عمق كبير جدا في السكواد، وهيبقى هجوميا خط الوسط وفي الدفاع لا انت عندك بدايل على اعلى مستوى. فدكة برشلونة برضو من الحاجات اللي مفرحاني جدا. ولامين يامال بقى، لامين يامال اخر حاجه هتكلم عليها بعيدا عن الاسيست، لامين يامال النهارده عامل ماتش جميل جدا، ماتش احسن من البايرن واحسن من ماتش الريال. الولد ده يا جماعه انا مش هنفضل نعيد ونزيد في نفس الكلام، بس ده دليل على المعجزه اللي هو بيعملها. ده 17 سنه، الوعي اللي عنده والرؤيه اللي عنده دي ما تدلش ان هو 17 سنه خالص. يعني ده من 5 سنين كان لسه في ابتدائي، في 6 ابتدائي ولا مش عارف ايه، كان 12 سنه. ده من 5 سنين كان 12 سنه يا جدعان. لا اللعيبه اللي بيعملوا لامين يامال ده، اللعيبه في العادي بيعملوه في ال 25 وال 26، ما بيعملوهوش في وهم 17 سنه خالص. فلا لامين يامال النهارده كالعاده ماتش جديد، ماتش جميل جدا من ماتشاته. وبالمناسبه لامين يامال عنده حته كده حلوه قوي، ان هو حتى لو ما صنعش او حتى لو ما سجلش، لا هو بيعمل ماتشات كويسه. هو النهارده صنع بس في العموم، بعيدا عن الاسيست هو عامل ماتشات كويسه جدا، او عامل ماتش النهارده كويس جدا جدا جدا، وهو ما سجلش تقريبا، عمل اسيست بس. فلا الفرقه النهارده خط الدفاع جميل جدا، كسادو جميل جدا، بدري ما اتكلمناش عنه بس هو كالعاده بيعمل ماتشات، كل ماتش بيعمله حلو قوي.
هو اللي بيتحكم في رتم الفرقه، هو اللي بيعرف ازاي يطلع الفرقه من تحت الضغط، بيهدي اللعب. هو الجندوجان بتاع السنه اللي فاتت. حاسس بدري السنه دي جندوجان بتاع السنه اللي فاتت، اللاعب الخبره مع انه عنده 21 سنه، اللاعب الخبره اللي في خط الوسط اللي عارف ازاي يتحكم في رتم الماتش كويس قوي. وطبعا عظمه اولمو، رافينيا. نسيت اتكلم صحيح على رافينيا. رافينيا يا جماعه تحت قياده هانزي فليك 15 ماتش، 11 جون، 9 اسيستات. احنا بنشوف نسخه منرعبه من لاعب السنه اللي فاتت كنا بنتمنى ان هو يمشي. لاعب لما جاله عرض من السعوديه ب 100 مليون قلنا يمشي يمشي، بس هو رفض. فاحنا بنتكلم على تحول مرعب للاعب كان مكروه من كل الفرقه او مكروه من كل الجماهير. فرافينيا برضو من اللعيبه اللي لازم نشيد بيها كويس جدا الموسم ده. وهي مش 5 6 ماتشات في الموسم، لا، من اول الموسم ال 15 ماتش رافينيا يا مساهم في اسيست، يا مساهم في جون، يا عامل اي حاجه. هتلاقي عامل اي حاجه، لو مش مساهم بجون او اسيست هتلاقي اداؤه قوي جدا، بيزاحم على كل كوره، بيقاتل على كل كوره. فلا، برشلونه كالعاده ماتش النهارده كويس جدا. تحس الفرقه ادت اسبانيول كده 3 على الماشي، الفرقه ما داستش خالص. فاتمنى الاستمرار من برشلونه، اتمنى الاستمرار من هانزي فليك، وانا شايف فعلا ان هو بيعمل ده كويس جدا. دايس على الفرقه طلعنا كسبانه 3-1، قال ان الاداء ما كانش احسن حاجه، هو دي احسن حاجه او افضل حاجه بحبها في فليك، ان الفرقه مش عايزينها بعد كل ماتش تحس ان هم جامدين جدا والكلام ده، لا، هو بيفوقهم بعد كل ماتش. وبس كده. لو الحلقه عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تتفرجوش وتجروا، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.